ماتش النهارده ده طبيعي يحصل لان كنتوا عندكم طبعا الفيسبوك كان شغال بالك مع واحد صاحبي لا ما شفتش قدامي لان انا عارف اللي واد سهران للصبح فده واضح طبيعي انك انت عندك حاله استمتاع انك انت خدت بطوله. مبروك عليكم، مجهود كبير جدا تستاهلوا الشكر عليه. باذن الله هنتجمع يوم الاثنين مع الكابتن ايمن ونقعد قعده كويسه كده باذن الله ونشوف هنعمل لكم ماشي. وبشكر الجهاز الفني والاداري والكابتن ايمن طبعا على حته يعني انا مبسوط منه مش المكسب بس، حته الحاله اللي موجوده بين اولياء الامور وبينكم وبين الجهاز الفني والاداري والطبي. وربنا يوفقكم باذن الله. ايوه حاجه معنويه كده. يمكن احنا النهارده اسعد ناس بيكم، وانا قلت لكم من 5 أسابيع قبل لما الدوري ده يخلص 5 أسابيع انا قلت لكم ايه؟ انا قلت لكم انا بشكركم على السنه الجميله اللي احنا قضيناها، ما كناش باصين للبطوله اكتر من ان احنا صنعنا فيكم حاجات كتيره السنه دي. نمره واحد احنا بنشكر الناس اللي وقفت دي على تعبها. تعبوا معانا بجد، وانا قلتها لكم ولي امرك بيجي التمرين معاك ممكن يبقى واقف جعان ما اتغداش ومستنيك عشان يخلص ويجيب لك احسن حاجه وهو صور على قد امكانياته. اتعب عشان خاطر تعبه واتعب. انا قلتها لكم قبل كده، انا من عيله متوسطه اقل من المتوسطه كمان، ربنا خصني عشان اخد اخواتي واطلع بيهم فوق. ارجو ان انت تبص لاولياء امورك اللي تعبوا معايا دول، انتوا فيكم نماذج مشرفه، وانا كنت مراهن على ذكائكم السنه دي، ودي كانت من الحاجات المحترمه جدا فيكم. انتوا بتفهموا كويس قوي. احنا ما اشتغلناش بسبوره السنه دي، ما كانش عندنا محاضرات وهو مقفوله، انا كنت بشتغل على الملعب بس انتوا كنتوا معايا عشان انتوا بتفهموا. وانا قلت لكم مره قبل كده انا ما يهمنيش اللعيب اللي يفهم هو اللي هيجي. تاني بشكركم، كانت سنه جميله جدا جدا جدا، من احسن سنين عمري على المستوى الشخصي. انا كنت بتمتع وانا باجي النادي في التمرين، حتى واحنا بنخسر انا كنت برضه بتمتع لان انا كنت عارف كنت مصلي. كان في رهان بين الكابتن صلاح هو كسبه، لما كان بيكلمني على الدور الثاني قلت له احنا هنكسب ماتشاتنا كلها في الدور الثاني. الحاله اللي حصلت النهارده دي حاله طبيعيه، وانا قلتها لكم. ريال مدريد كسب برشلونه، نشوه الفرح الكبيره مش دلوقتي عاوز دايما افرح على قد الحدث كان كبير علينا واحنا لسه صغيرين كنا فرحنا، احنا طلعنا بنتعب شده يعني، بس بعد كده تتعلم تفرح على قد الحدث. البطوله ما كانتش خلصت، احنا ارتحنا الاسبوع اللي فات بس البطوله ما كانتش خلصت. النهارده في ناس كتيره زعلانه من ادائنا، من الجمهور اللي بيجي لكم منهم الكابتن طبعا صمد بيكلمكم بعد المباراه، وانا بشكر الراجل ده جدا. كلمكم بعد المباراه ان هو شايف بعيوننا، شايف فيكم حاجات زي ما احنا شايفينها بعيوننا. احنا بنشكر النادي والاداره، بنشكر الكابتن النادي، بنشكر الكابتن بن محمد. طبعا احنا مش هنوفي الراجل طيب الكابتن صلاح اللي هو زي والدنا كده، احنا مش هنوفيه حقه. كابتن مجدي، كابتن مجدي انتوا ما كنتوش بتشوفوه في الماتشات. كابتن مجدي كان الناس اللي قاعده جنبي على الدكه يوسف كان دايما يشوفوا الكابتن مجدي زي حاله الولاده كده، رايح جاي على الناس دي كلها. تعبت، انا بشكر. هو كان عنده حاله ولاده ولد نشكركم تاني، نشكر التوفيق اللي جاي. احنا معاكم مش معاكم، حطوا دي في بالكم، معاكم مش معاكم. اشتغلوا على ذكائكم، اشتغلوا على تعبكم. انتوا تجبروا اي حد ان هو يحترمكم. انا قلت لكم ممكن تبقى عندكم مشكله ان السنه الجايه ما نبقاش موجودين معاكم، بس انا واثق في العقليه وفي التالنت بتاعكم ده. انتوا خلاص نضجتوا، النضج جه عندكم، وانا بتمنى لكم. وانا هسمع عنكم كتير ان شاء الله، هسمع عنكم كتير لغايه لما اشوف ناس بتلعب في الدوري ان شاء الله. صفيه اولاد نفسي تبقى قائد بقى قبل ما اروح. قوم اتكلم. تعال جاي التليفون معانا اني على الموجود اللي عملوه معانا، والحمد لله ان احنا خدنا الدوري، وان شاء الله ربنا يكرمنا فيه. حلو قوي يعني عندنا عمرو بيتكلم، دي من الحاجات اللي داخله في بالي جدا. عمرو بيتكلم كويس قوي. عندنا خالد عبد العليم بيتكلم كويس قوي. شاب
احمد هشام بيتكلم كويس قوي، جنى بتتكلم كويس قوي. اشكركم يا شباب بصراحه. انا عن مستوى شخصي واحد سعيد بيه جدا وفخور. يمكن انا زي كابتن ايمن ما بيقول كل يوم بيجي فيه كابتن ايمن التمرين بيبقى سعيد ومبسوط جدا. انا عايز اقول لكم انا شفت معاناه السنه دي لا تتخيلوها، كلها دابت ما حسيتش بيها. يعني انا باجي مشوار من اخر الدنيا. عايز اقول لكم انا سعيد جدا وفخور جدا بيكم. فيكم مجموعه لعيبه فعلا الواحد بيبقى سعيد وهو فوز بيهم. على المستوى الشخصي كمان انا مع الكابتن ايمن السنه دي اتعلمت حاجات كثيره جدا. وعايز اقول لكم ان الجانب الانساني ده لو تواجد في اي عمل صدقوني الجانب الانساني ده والالتزام والانضباط لو تواجد في اي عمل بالضروره لازم ينجح. بالضروره لازم ينجح حتى لو ما حصلش توفيق وما كانش فيه يعني الفوز ومكسب في التوقيت اللي احنا فيه ده، لكن صدقني على المدى البعيد هتحصل كل الكلام ده. يمكن دايما اصرار الكابتن ايمن في كل المواقف اللي احنا اشتغلنا فيها دايما يقول لي حتى أنا اثناء الجيم حتى هو شغال عمرنا ما قلنا اللعيب انت وحش انت غبي، عمر الكلام ده ما صدر منا، بالعكس كنا حريصين ان احنا دايما نحمسكم ونطلع من جواكم الطاقات والابداع اللي لسه ما خرجش. ويا رب يا رب يا رب في ظل وجود المنظومه المحترمه المتكامله دي سواء اذا كان الكابتن امام او كابتن صلاح او كابتن مجدي او كابتن ابراهيم محمد، ان شاء الله على المدى البعيد نسمع كده ان في مش لعيب ولا اثنين، هنقول 10 12 لعيب بيلعبوا في اوروبا والله مش في مصر ان شاء الله باذن الله.